المسار الرابع بتاع ما قبل تنفيذ المشروع هو عمل ميثودولوجي كونستراكشن للمشروع. يعني ايه ببساطة؟ احنا بنطلع من الميثودولوجي اللي احنا هنشرحها دلوقتي هي معناها ايه وهنطلع منها بايه، بحاجة مهمة قوي اللي هي sequence of construction flow. احنا هنبتدي ننفذ المشروع ازاي، ايه بعد ايه قبل ايه وازاي، ده طبقا لشروط العقد وظروفه وكل حاجة. اول نقطة بنعملها هنا هوت ان احنا بندرس ملف المشروع، الملف اللي قعده قسم التندر ده وتعب فيه وادى ان احنا فزنا بالمشروع وان احنا جينا العقد ده عشان ان شاء الله ننفذه يبقى من ضمن سابقة اعمال الشركة. هم درسوه ازاي؟ هندور فيه على كذا حاجة. اول حاجة اسس التسعير بتاعته ايه، الدرايف اكتيفيتي كانت ايه، الايتمز اللي بيقود المشروع كله ان هو لازم يمشي بشكل قائد علشان بقيه الاكتيفيتيز ما تعطلش ونبقى ماشيين بشكل كويس. اسس التسعير بتاعته ايه، اللونج ليد ايتمز اللي موجوده في العقد هو عمل عليها هايلايت ازاي وفكر فيها ازاي، والفندور اللي اعتمد عليهم في تسعير البنود اللونج ليد ايتمز هم مين، وهل هم مذكورين في العقد ولا ده استيميشن مننا، ومدى قوتهم ايه ومدى سابقه اعمالهم معانا ايه. بندرس العقد كويس قوي من وجهه نظر التندر تيم اللي ان شاء الله ربنا وفقه، او ان الحمد لله ربنا وفقه وفاز بالعقد. تاني نقطه، دايما بندور في كل مشروع جديد على الليسون ليرن اللي موجوده جوه الشركه. هل المشروع ده كان ليه سابقه عمل قبل كده معانا في الشركه، مشروع مماثل من كل النواحي بقى، المشروع، العميل، الاستشاري، وات ايفر. ايه الدروس المستفاده من الاعمال السابقه دي عشان نقدر نحطها على التراك معانا اللي تساعدنا على نجاح المشروع. الحاجه الثانيه، احنا بنقسم المشروع عندنا سواء كان في التعاقد مقسم الى مراحل او احنا نفسنا بنقسمه الى مراحل، ونبتدي نفكر في ايه الدرايف اكتيفيتي، القائد، الايتمز اللي قائد للمشروع، ونبتدي نركز عليه قوي ونشوف احنا عاملين له مقاول باطن ولا بنشتغله ذاتي، وازاي بقيه الاعمال بتمشي وراه بشكل كفء، وما مدى الريسورسز اللي احنا محتاجينها للبند ده. على سبيل المثال لو احنا بنتكلم في مبنى جديد بيبقى الدرايف اكتيفيتي الخرسانات دي محتاجين حجم عده قد ايه، حجم كفاءه عماله قد ايه، لان كل الايتمز بتاعت المشروع بتالي هذا البند. عشان اقدر ابتدي اشتغل بالتوازي او اعمل كراش لبند او اشتغل بفاست تراك اذا احتجت لده، ازاي من غير ما يبقى الدرايف اكتيفيتي ده الايتم تم وتنفذ والباقي كله يدخل وراه. فده بندرسه بشكل دقيق شويه، لان هو بيعتبر الكريتيكال باس بتاعنا او الكريتيكال اكتيفيتي. وكمان المرحله دي بنربطها بالموبيلايزيشن بلان. الموبيلايزيشن بلان لا اعني به المكاتب والادارات والمخازن بس اللي بتبقى في الموقع، لا، نقطه مهمه جدا وهي تنظيم الحركه وتنظيم نقط التخزين والبنود اللي هخزنها في المخزن الرئيسي، بحيث ما خف وزنه وغلى ثمنه زي ما بنقول تبقى مغلقه، او البنود اللي ما بقدرش اخزنها في مخزن زي كده زي تشوينات طوب، اسمنت، رمل، سن، وات ايفر، اقدر احطها فين وازاي بحيث لا تعيق حركه، تكون قريبه ما اعملش عليها دبل هاندلنج تاني وان انا انقلها مره تانيه للاعمال. وده بيوفر وقت ومجهود وفلوس وتركيز لبقيه الاستاف في الدايركت اكتيفيتي. النقطه اللي بعد كده، وانا حاطط السيكونس بتاع الاعمال ده لازم اربطه بالاستاف اللي انا هعينه او اللي هيساعدني في تشغيل المشروع. تنفيذ بنود العقد وتشغيلها بترتبط طبعا بالاستاف. يعني لو انا ببتدي زي ما قلنا مشروع فروم سكراتش من الارض خالص، بحتاج مهندس مدني يبدا الحفر ويبتدي يشتغل في الخرسانات قبل احتياجي لمهندس معماري اللي هيبتدي نشاطه يبدا في التشطيبات. ولكن في نفس الوقت بحتاج الطقم الفني التكنيكال بتاع الشوب درونج لكل الاقسام عشان الحق اعمل لوحي واعتمدها واعمل الكوردينيشن بينها، بحيث لما اجي ابدا اعمال يكون كل الداتا اللي في ايدي او كل المعلومات اللي في ايدي تمام واضحه جاهزه للتنفيذ. زي ما احنا عارفين المهندس وهو في السايت ايا كان تخصصه عشان يقدر ينفذ بشكل كفء محتاج 3 حاجات ما تقلش اي حاجه منهم. اول حاجه رسومات هندسيه هينفذها، تاني حاجه خامات هينفذ بيها، وادوات هي اللي الايد العامله اللي بتنفذ سواء كانت فنيين او معدات. يبقى خامات
رسومات وادوات. بنهايه الميثودولوجي ده بنبقى قدرنا نكون عملنا خطه مبدئيه لاداره المشروع تمثل نواه للبرنامج الزمني للمشروع. يقدر بعد كده الراجل البلانر او المهندس البلانر يقدر يخطط للمشروع بشكل متكامل، اللي بنقدر نطلع منه بعد كده الميزانيه، البروكيورمنت بلان، بيقدر يحدد لي الريسورسز اللي تحقق لي الاكتيفيتيز او نجاح الاكتيفيتيز دي في الفترات الزمنيه المختلفه اللي اتحطت في الاول في السيكونس، ونشوف هل انا محتاج اكثف عماله ولا اعمل كراشنج، ولا المشروع اوريدي مدته بالسيكونس دي متناسقه مع مدته، فهنقدر ننفذ من غير اكسترا وورك او اكسترا ريسورسز على مراحله المختلفه. ده هينقلني لاهم خطوه بعد كده اللي هنطلع منها من الميثودولوجي بتاع الكونستراكشن، اللي هي هنعرف كل ادارات الشركه الدعم المطلوب منها لكل مرحله وفي كل توقيت من توقيت المشروع، وعلى الاقل المرحله الاولى اللي احنا بنبدا بيها. ده اللي بينقلنا بعد كده لمرحله التنفيذ زي ما قلنا، اللي هنشوفها ان شاء الله بالتفصيل في الفيديوهات الجايه. زي ما احنا عارفين كلنا ان زكاة العلم نشو. اذا كنت شفت في الفيديو ده معلومه او قيمه مضافه لاي زميل او جروب تقدر تفيده بيها، ما تنساش تعمل منشن او شير. ما تحرمنيش انا وانت ان احنا نشاركوا هذه المعلومه ونستفيد كلنا. اشوفكم في الفيديو الجاي.